سلام، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم غنقدم لكم وصفة ديال شلاضة اولا سلطة سناك بواحد الصلصة ديال السلطات اللي هي رائعة جدا بدون بيض وبدون حليب. صلصة اللي كتجي رائعة ولذيذة. الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايكاتكم وتعليقاتكم الزوينة اللي كتفرحني بزاف بزاف، واللي بطبيعة الحال غتساعد الفيديو انه يوصل لمجموعة كثيرة من الناس. وما ننساش انني نشكر جميع المشتركين والمشتركات اللي عندي في القناه، وكنقول لكم مرحبا والف مرحبا بكم. بلا ما نطول عليكم وندوزو المكونات والطريقه ديال الوصفه ديالنا. اول حاجه غادي ناخذ البطاطا اللي غادي نديروها في الماء وغادي نسلقوها مع شويه ديال الملحه. من بعد ما غتسلق لينا غادي نخليوها تبرد واحد شويه، ومن بعد غنحيدوا لها القشره الفوقانيه ديالها، ثم غنقطعوها بحال هكذا مكعبات صغيره اللي غتلق لنا باش اننا نهزوها بالفرشيط. في كاسرونه صغيره غادي ناخذ واحد الكاس ديال العنبه ديال الروز، غادي نضيفوا عليه 2 ديال الكيسان ديال الماء كيف ما كتشوفوا امامكم، ثم بعد ذلك غنضيفوا ليه واحد شويه ديال الملحه، الراس ديال معلقه صغيره ديال البزار اولا الفلفل الاسود، وشويه ديال الكركم اولا الخرقوم البلدي. كذلك كنضيف واحد الضامه ديال البنه، هذه اختياريه ممكن تضيفوها ولا ما بغيتوش ما تضيفوهاش. وغنحطوا الكاسرونه ديالنا فوق النار حتى كيطيب لنا الرز ديالنا، ثم بعد ذلك كنصفيوه وتنخليوه كيستقطر حتى كنوجدوا عليه. كنخليو البطاطا والروز تيبردوا لنا واحد شويه جانبا، وتندوزو كنقطعوا الخضار الاخرى اللي غنحتاجوها في هاد الشلاضه ديالنا ولا في هاد السلطه اللي غادي نوجدوا اليوم. غادي ناخذوا الخيار اللي غنقطعوه بهذه الطريقه هذه باش يجي لنا مربعات اللي هي صغيره كيف ما كتشوفوا. غنحاولوا نقطعوه بهذه الطريقه هذه باش يجينا رقيق. من بعد ما غنقطعوه شرائح غادي نقطعوه المربعات اللي هي صغيره بالشكل اللي غتشوفوا امامكم. من بعد ما غنقطعوا الخيار ديالنا غادي نخليوه جانبا، وغندوزو نقطعوا مطيشه اولا الطماطم حتى هي غادي نحيدوا لها الرويس ديالها، ومن بعد غنقطعوها حتى هي المكعبات اللي هي صغيره وغنخليوها جانبا كتستقطر باش تنشف لينا من الماء ديالها. كيف ما كتشوفوا مطيشه اولا الطماطم ديالنا غادي نخليوها في الصفايه حتى نحتاجوها في التقديم ديال لاصالات ديالنا. ثم غادي نحتاجو هنايا الخس، خذوا النوعيه اللي كتعجبكم واللي لقيتوها واللي متوفره عندكم، وغادي تقطعوها بهذه الطريقه هذه شويه رقيقه وغنخليوها كذلك جانبا. غناخذوا جزره اللي غادي نحكوها في الحكاكه بهذا الشكل هذا. كذلك غنحتاجوا الباربه اللي غنقطعوها حتى هي المربعات صغيره، يعني غادي تختاروا الخضر اللي نتوما كتبغيوها وكياكلوها الوليدات ديالكم وغتستعملوها. من بعد ما كنكملوا التقطاع ديال الخضر ديالنا اللي غنستعملوا في هذه السلطه هذه غادي ندوزو للمرحله ديال التقديم. غادي نفرشوا الخس كطبقه اولى، من بعد غنضيفوا عليها الطماطم، من بعد كنضيفوا الروز، كنضيفوا البطاطا اولا البطاطس، غنضيفوا البيتراف اولا الباربه، غنضيفوا الخيار، بالنسبه للترتيب ديال هاد الخضر غيبقى حسب الاختيار. من بعد غادي نضيفوا الجزر اللي قطعناه حتى هو اللي محكوك، وغادي نحكو فوق منه شويه ديال الفرماج يكون من الاختيار ديالكم، ممكن انكم ديروا حتى الفرماج الاحمر مثلا مربعات. انا هنا خديت لدند فومي اللي قطعته بهذه الطريقه هذه باش يجيني رقيق بزاف هكذا، حتى هو تنضيفو كيعطي واحد المذاق لهاد لاصالات ديالنا. ممكن انكم تعوضوه بالكاشير من اي نوعيه بغيتو تحكوه في الحكاكه غادي يعطي نفس النتيجه. هنا من بعد ما قطعته غادي نضيفو من فوق لاصالات ديالنا. من بعد غادي ناخذ واحد البيضه اللي مسلوقه وحتى هي غادي نحكها من الفوق. ممكن نضيفوا الطون بالزيت اللي غادي يعطي لذة ومذاق اكثر لهاد لاصالاد هذه، انا اليوم ما توفرش عندي. ثم غادي ندوزو باش نوجدوا الصلصه ديالنا. بالنسبه للصلصه غادي نحتاجوا معلقه كبيره ديال الخردل اولا المطارد
حبوب. غادي نضيف 3 ديال الفرماجه ديال الكيري. غنضيف نص كاس ديال الزيت، من الافضل تكون زيت البلديه اولا زيت الزيتون. ثم غنضيف واحد شويه ديال الملحه، الراس ديال المعلقه ديال البزار، يعني غير نقيطه ديال البزار. وغادي نضيف نص كاس ديال الماء ومعلقه كبيره ديال عصير الحامض. وغادي نطحن كلشي بالبراميكسور الا توفر. الا ما توفرش عندكم ممكن تستعمل طحال كهربائي. الا طحنا الخليط ديالنا وجا على انه شويه الخليط قاصح اولا خاتر بزاف، ممكن اننا نخففوه بشويه ديال الماء. انا بالنسبه ليا عجبني القوام ديالو بهذا الشكل هذا، كيف ما غادي تلاحظوا من بعد. فما احتاجيتش نضيف الماء. هاد الخليط هذا ممكن انكم تحتفظوا به في الثلاجه لمده حتى ل4 تاع الايام وتستعملوه في لي صالات ديالكم. فكيجي لذيذ بزاف وكيعطي لهاد لاصالات ديالنا واحد اللذه وواحد المذاق رائع جدا. كيف ما كتشوفوا من بعد ما قدينا لاصالات ديالنا غادي نضيفوا ليها الصوص، وغنضيفوا ليها كذلك خطوط ديال الكاتشوب. هذه كتكون اختياريه بالنسبه للوليدات باش هكذا كيعجبهم المنظر وتياكلوه، وكتجي لنا الشلاضه ديالنا بحال شلاضات ديال المطاعم اولا السناكات اللي تناخذوها باثمنه شويه مرتفعه. غنديروها في الدار وغادي تقام علينا باثمنه اللي هي مرخفه ومزيانه، وكذلك غادي تكون صحيه ولذيذه بالصحه والراحه.